السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما يا رب العالمين. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد، بس قبل اي كلام نسمي الله ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا فضلا منكم وليس امرا يا حبايبي، في البدايه الاشتراك في القناه ولايك الجميل بتاعكم والتعليقات والكومنتات الجميله اللي بتسعدني وتفرحني. النهارده معانا وصفتنا جديده واقتصاديه جدا. هنعمل النهارده العيش السوري او بديل الكريب كده بمقادير اقتصاديه جدا جدا جدا. هتعمليهم كده في المطبخ وانت واقفه في غمضه عين. النهارده معايا نص كيلو من الدقيق 500 جرام، ضفت عليه 6 معالق او 7 معالق من الزيت، وحطيت عليه ربع معلقه صغيره من الملح. 3 مقادير بس اهم هعمل بيهم كميه عيش. مش بسم الله ما شاء الله، يعني اللهم بارك، هيديكي كميه حلوه قوي. يبقى انا حطيت نص كيلو من الدقيق، حطيت ذرة ملح أو ربع معلقة صغيرة من الملح، وست أو 7 معالق من الزيت، وهضيف مية بقى على حسب امتصاص الدقيق بتاعي للسوائل. المهم ان انا عايزة اوصل لقوام العجينة في الاخر، ان تكون معايا عجينة طرية كده عاملة زي عجينة الكنافة. طبعا بعد ما خلصتها خالص لازم اصفيها من المصفى عشان ما يكونش فيها اي تكتلات او اي حاجه اي حاجات كده مكلكعه تتعبني او تطلع تظهر في العيش بعد ما اسويه. بدأت كده اسويه، بملأ باخد بالمعيار طبعا على حسب حجم الطاسة اللي انت هتسوي فيها. باخد بالعيار بتاعي او بالكبشة بتاعتي زي ما انتوا شايفين خفية العيش وطراوته عاملة ازاي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هتحبوها جدا وهتنفذوها بسرعة الصاروخ وانتوا واقفين في المطبخ. مش هياخد معاكي سوا اكتر من دقيقة واحدة على الطاسة. وكده هتكوني مجهزه فوطه وتحطي فيها العيش اللي انت سويتيه فوق بعضه كده عشان تحتفظ بالطراوه بتاعته، ويبقى معاكي سخن ودافي كده وطري وجميل. طبعا احنا العيش ده بنستخدمه، طبعا بنعمله سندوتشات وبيدخل طبعا في مرحله تسويه تاني. لو انت هتحشيه اي حاجه بتاخديله كده تشويحه على النار في الطاسه كده وبتقرمشيه، بيبقى طعمه خرافي، بيبقى في حته تانية خالص، بيبقى جميل جدا. حبايبي واخواتي اللي ما حطوش اللايك، يلا ننزل نحط اللايك بسرعه. واللي معايا لغايه دلوقتي كومنت جميل يسعدني ويفرحني، بشكركم جدا على تفاعلاتكم معايا وعلى مشاركتكم معايا للفيديوهات. شكرا جدا 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 لحبايب قلبي اللي بيتابعوني دايما. وطبعا شايفين طراوه العيش بعد ما خلصته كده رصيته فوق بعضه، محتفظ بالطراوه بتاعته، شكله جميل جدا وطعمه خرافي. جربوه يا حبايبي ان شاء الله وهيعجبكم. مرن جدا طبعا، مستوي ومش معجن، تطبقيه كده بيرجع يتفرد تاني معاكي. اهي شايفين طعمه جميل وريحته جميلة واقتصادي جدا، هيوفر لك كتير احسن ما تشتريه من بتاع المحلات. يلا حبايبي جربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم في الكومنتات ايه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب.